كان نفسي في طاسة سجق أو صدق اسكندراني. اتصلت بالجزار بيقولي كيلو السجق ب300 جنيه. فقلت ليه طب ما أنا أعمله في البيت وعلى الأقل أتحكم في نسبة الدهون واللحمة وكل حاجة، وهيطلع معايا جوسي وقمر وحلو جدا، العشق كله وسبايسي كده. بصوا حلو قوي. وهعمل معايا طبق مكرونة حكاية بطعم وريحة السجق. أنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة وحوالي 4 فلفلات حمر، مهم جدا الفلفل الأحمر سواء حار أو بارد، وفلفلاية حراقة، وحوالي نص راس توم بس تكون راس صغير. هحط الفلفل والثوم في الكبة وهفرمهم كويس جدا ناعم خالص، عايزاهم يكونوا ناعمين جدا جدا جدا. طبعا الفلفل هينزل مية، فانا هنزل المية دي بالمصفى ومش هرمي المية دي هتطلع لي احلى طبق مكرونة. المكرونة بقى تاخد من نكهة الفلفل والثوم، هتبقى كده بطعم السجق. والفلفل الاحمر ضروري جدا في الوصفة بتاعتنا دي، ما ينفعش احط بداله فلفل رومي اخضر. اوعي ترمي المية. هعمل بقى ايه؟ هحط اللحمة، ربع كيلو اللحمة، طبعا تقدري تضعفي المقادير زي ما انت عايزة. انا هوريكم ازاي ان السجق بيرمي. وهنزل عليهم باللي هو التفل بتاع الفلفل والثوم وملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة من بهارات السجق. دي بتجيبيها من عند العطار، تبعتي تجيبي ب10 جنيه من بهارات السجق وسيبيها عندك، وهتاخدي معلقة صغيرة على ربع كيلو اللحمة. وبعد كده هفرم في الكبة اللحمة كويس قوي وانعمها، وهدهن ايدي بالزيت وهعمل صوابع. اهم حاجة تكون رفيعة، انا عايزة اعمل صوابع شبه السجق من غير الهنك ولا اي حاجة، وعايزة بالزيت انعمها كويس قوي من بره. وعايزين الصوابع رفيعة عشان تستوي بسرعة معانا وما تاخدش اي وقت، فما تخنيش الصباع، عايزينه شبه السجق. انا هعمل بقية الكمية كلها لوحدي وهوريكم قد ايه الربع كيلو بيرمي كويس من غير بقى شغط ولا دهن ولا فول صويا ولا اي حاجة. بالعكس انا متحكمة في كل حاجة انا حطاها في الوصفة بتاعتي. هبتدي بقى عايزة اعمل طبق المكرونة. هجيب مية مغلية وهنزل عليها بالملح والمكرونة وهسيبها تتسلق 3/4 سلقة. انا دايما بحب اسيب المكرونة فيها عضة عشان ما تتهريش. هجيب طاسة وهحط فيها معلقتين من الزيت وبصلاية ورشة من الفلفل الاسود واسيب البصلاية تدبل. انا بصلص الصلصة واحطها عندي في التلاجة، تنفعني وقت ما انا عايزة. تقدري تعصري لتر من الطماطم وتصفيه وتحطيه يتصلص عادي مع البصلاية. انا حطيت هنا بطرمان من الصلصة المتصلصة، عندك صلصة متصلصة حطي. ونحط بقى شوية مركز الفلفل اللي طلع معانا، هتلاقي بقى الطعم بقى والريحة، وشوية ملح بقى على حسب رغبتك. واسيبها تتسبك شوية وانزل عليها بالمكرونة اللي انا سلقتها واقلب بقى تقليبة حلوة. والسلام لو شوية شطة، يا سلام يا سلام حقيقي. شوية مكرونة يتاكلوا كده حلوين حلاوة. هجيب بقى طاسة عايزة اعمل سجق اسكندراني، هنزل فيها بمعلقتين من الزيت وهنزل فيها بالسجق بتاعي، هرصه كده جنب بعضه وهديله تشويحة حلوة. انا عايزة اضمن ان السجق بتاعي استوى كويس، هديله تسوية حلوة، ما تخافيش مش هيفك معاكي في النار. اهم حاجة تصفي الفلفل كويس قوي من المية بتاعته لان احنا مش حاطينه في هنك. هفضل اشوح فيه لحد ما يستوي معايا. هنزل عليه ببصلايه متوسطه مقطعاها جوليان اللي هي شرايح رفيعه، وهدبل البصلايه دي شويه صغيرين. انا عايزاها تبقى فيها قرشه شويه عشان تدي طعم حلو، عشان لو حبيتي تعملي الطاسه دي لوحدها من غير مكرونه تحطيها سندوتشات هتبقى سندوتشات حلوه قوي. وهنزل عليهم بقى بشويه من الفلفل الاخضر والفلفل الحراق، عندك فلفل الوان حطي، الموجود حطي. احنا عايزين نعمل وصفات يا جماعة سهلة وبسيطة وكمان على قد جبنة. اليومين دول المصاريف بقت زيادة وعايزين ندلع الولاد كده والعيلة. هحط معلقة من الثوم صغيرة وطماطمايه مقطعة صغيرة برضو جوليان كده برضو، وهدبلهم شوية اشم ريحة التومة. وهنزل عليهم بشوية من البابريكا، كمون، فلفل اسود وملح. بس ما تنسيش ان احنا حاطين ملح وفلفل اسود
في بهارات السجق اصلا، فما تزوديش، يا دوب بس تحيقيه حلو. بصوا بقى طاسه رهيبه، ما ينفعش ماخدش لقمه. وعملنا طبق المكرونه بقى نغرف سخنه كده ومدخنه، وشويه طحينه للناس اللي عايزه تغمس السجق، ومخلل. اكله حرشه وتفتح النفس، وسهله وبسيطه ومخدتش اي وقت. تقدري تحضري السجق ده في الفريزر وتطلعيه على التسويه، سهل وبسيط وعلى قد ايدينا وبألف هنا. لو عجبتك الوصفه يا ريت تعملي لايك وشير وتابعيني واعملي لي فولو، انا بنزل وصفات كتير، يا رب تعجبك. وبألف صحه وهنا عليكي انتي وحبايبك، وميرسي قوي لو شفت الفيديو لحد هنا.